بس هاتوا لنا اللوحه اللي قبل دي. ايوه من فضلكم اقفوا هنا بس. انا بس عايزكم تتوقفوا عند الرقم ده. الدكتوره هالي بتقول ان احنا كل سنه بيدخل سوق العمل 900 الف المليون. خلينا نحفظ المليون. تمام يا فندم. نحفظ المليون. طيب لو احنا النهارده في 22 ل 25 يعني تقريبا 3 سنين يعني انت عايز توفر فرص عمل 3 مليون. 3 مليون خلال الثلاث سنين دول. مظبوط. والمفروض انك انت بتوفر فرصه عمل يعني على الاقل بحد ادنى من المرتبات يعني. مظبوط يا فندم. فانا عايز اقول لكم بس توقفوا عند الارقام ديت، لانها ممكن تبقى قدامكم كده واحنا بنقولها. انا بكلم كل الناس، مش بكلم حد بعينه، بكلم كل بيت مصري. بقول له قول لي وانتبه معايا ازاي نوفر 3 مليون فرصه عمل لاولادنا وبناتنا خلال الثلاث سنين اللي جايين او الاربع سنين اللي جايين. مليون فرصه عمل كل سنه او 900 الف فرصه عمل كل سنه. ده زياده عن اللي موجود في السوق يعني. مظبوط. فانا بس عايز اقول الرقم ده توقفوا قدامه قوي، لان ده مش بسيط. ومفيش دول في العالم تقدر كتير على الاقل باللي زينا يعني يقدر يوفر فرص عمل للحجم ده سنويا. طب بس مش هنقف عند 25 و 26. طب يا ترى لغايه سنه 30؟ ما هو النمو ده بالطريقه ديت معناه ان هو المليون كل سنه برضه، مش كده يا دكتور؟ مظبوط يا فندم. طب هل احنا هنقدر نولد فرص عمل لمثلا لغايه 2030 8 سنين يعني 8 مليون؟ يعني انا بقول لكم بس كده، اذا كان المصنع الواحد اللي ممكن يعني نقول ان هو عشان بس في ناس كتير يقول لك ايه ما بتعملوش مصانع ليه؟ ده شغالين فيه. هنا لما بيجي نتكلم على قطاعات بتشوفوها، الدولة مش سايبة قطاع يعني ما بتشتغلش فيه. على الدكتور مصطفى بيقول لي بس الفكرة انت يمكن بتمس قطاع بنفسك يعني مثلا يقول لك ايه انتوا مهتمين قوي، انا الكلام ده قلته قبل كده يعني بالطرق والكباري. يا سيدي انت بس اكمنك شفت الطرق والكباري، اكمنك انت بتمشي عليها، لكن ده مش معناه ان قطاع زي الزراعة انت ما بتشوفوش. ليه؟ لان هو يعني مين مننا من المواطنين الا اللي بيشتغلوا في القطاع ده. انا بتكلم اللي احنا بنعمله زياده. يعني الدكتوره لسه بتقول هنا 250 الف فدان هيدخلوا لزراعه القمح السنه دي عن السنه اللي فاتت. المفروض كانوا 400 الف، مش كده يا محمد؟ كانوا كام؟ 400. والسنه الجايه 23 يوصلوا مثلا لمليون لو احنا نجحنا في اللي احنا بنعمله. ده بعيد عن الرقعه القديمه، بعيد عن الدلتا يا دكتور مصطفى. احنا بنتكلم هنا على الدلتا الجديده، وبنتكلم على توشكا وشارع العينات. معناه ان انا ازود ويبقى مثلا مليون فدان، معناها في زرعه واحده هدخل من 2.5 ل 3 مليون طن حسب قدرتنا في الزراعه. فانا عايز اقول ايه؟ ان في القطاعات المختلفه الدوله شغاله فيها كلها، مش غفل يعني. لا تخفى القطاع، لا تخفى القطاع. اتصالات، تعليم، صحه، صناعه، زراعه، مفيش قطاع احنا سايبينه. بس وانا مش هقول ان الاعلام ما بيغطيش ده فمن فضلكم غطوه كويس، لا مش هقول كده. لكن انا بقول للناس ما تتعودوش ترددوا اللي بيتقال لكم يترمي لكم كده فانتوا تاخدوه وتقولوه، لا. مع الوضع في الاعتبار ان البيانات دي كلها متاحه برضه على موقع مجلس الوزراء وعلى الوزارات المختلفه. يعني لو دخلت على النقل هتشوف، دخلت على الكهرباء هتشوف، دخلت على الزراعه هتشوف، او على الموقع بتاع رئاسه الجمهوريه. توقفوا كتير قوي على اننا كدوله نوفر مليون فرصه عمل سنويا زياده عن دلوقتي. ازاي وبكام؟ ده احنا مش بنخوف بعض، احنا مش بنخوف بعض. ولما انا طلبت من الدكتوره هلا، ما هم بيقعدوا يخوفون انا، بيجوا لي في المكتب هو الدكتور مصطفى يخوفون انا. طب قلت لها طب ما تخوف الناس، انت جايه بتقول المحاضره دي للناس. احنا ما بنخافش. عارفين ليه ما بنخافش؟ اولا عشان معانا ربنا،
وان ده اقصى حاجه ممكن نعملها. ثم وده كلام مش مجامله، معانا ناس في مصر حريصه على بلدها. مش بتكلم على مسؤولين، كل انسان في مصر مسؤول، انا بتكلم عن المصريين. بس احنا بنحطكم في الصوره يا مصريين عشان تعرفوا ان احنا بنحاول نخفف بالامكانيات اللي موجوده عندنا. وزي ما الدكتوره قالت كده 3 سنين دلوقتي، 3 سنين، سنتين كورونا الدنيا اتلخبطت فيها خالص، واحنا كنا متماسكين، والسنه خلصت خلاص، احنا دخلنا في 12 بتاعه الازمه الروسيه، واحنا برضو الحمد لله متماسكين. ولازم تكونوا متاكدين ان ربنا معانا. وما تخافينيش تاني يا دكتوره هاله. شكرا جزيلا. شكرا.